يا جماعة أقسم بالله العظيم في شريحة كبيرة جدًا من الناس لازم إن يتعمل لها إعادة توعية، في ناس ما زالت إلى وقتنا الحالي في 2025 مقتنعة وشايفة إنه العربية الصيني هي العربية اللي بتصدّي، هي العربية اللي خفيفة على الطريق، هي العربية اللي صاجها ورق، هي العربية اللي صالونها زي الزفت. الناس دي ما شافتش العربية الU5 Plus من شركة بايك، ما شافتش روعة وجمال وتصميم العربية دي عامل إزاي. في ناس ما ركبتش الام جي 5، في ناس ما شافتش التيجو 7، في ناس ما ركبتش الشيري اريزو 5 والبي واي دي اف 3. انا بكلمك هنا عن عربيات ناجحه، عربيات منتشره في كل شوارع مصر، عربيات موجوده في السوق المصري بقالها اكتر من 3 4 5 سنين، واثبتت وجودها حرفيا في السوق المصري في كل شيء: قطع غيار، صيانات، اعاده بيع، تحمل، ثبات على الطريق، كل شيء. هتقول لي صاج خفيف يا باشا، اقسم بالله الناس بتبقى راكبه الالماني المرسيدس والبي ام دبليو والله بيعملوا بيها حوادث ما بيخرجوش منها. المقياس هنا مش ان انا راكب عربيه صيني فصاجها عامل ازاي، او راكب عربيه الماني فصاجها عامل ازاي. المقياس هنا انت ازاي تحافظ على نفسك. المقياس هنا مش ان انا راكب الماني وراكب صيني وان انا لو راكب الماني همشي بيها على 200 ولو راكب صيني همشي بيها على 100 120. يا باشا سواء راكب الماني او راكب صيني امشي 120 130، خليك راجل متزن كده ومعتدل وحافظ على حياتك وحافظ على عربيتك. المقياس هنا مش ان انا الصيني لو عملت بيها حادثه مش هخرج منها والالماني لو عملت بيها حادثه هخرج منها وزي الفل. مش ده المقياس. النهارده العربيات الصيني اثبتت وجودها واثبتت جدارتها واثبتت ثقتها مع الناس، ولسه ده انا عايز اقول لك انه من دلوقتي لنهايه السنه في مفاجآت مرعبة، في كم عربيات صيني نازلة مرعبة. مفيش يا باشا الكلام ده، لازم فكرك يتغير، لازم تبدأ تبص على الأمور بنظرة متزنة. مفيش حاجة اسمها أدفع 800,000 في 2011 لكن ما ادفعهمش في صيني. أنت كده داخل بصدرك اللي هو داخل خناقة. هي مش خناقة، واحدة واحدة. هتدفع 800,000 في عربية بقالها 15 سنة؟ أنا بقول لك ادفعهم في عربية محترمة زي اليو 5 بلس، زي ام جي 5، زي تيجو 7، زي مش عارف ايه، ايا كان. عربيه محترمه والله محترمه. عربيات لها عيوب، اي عربيه في الدنيا لها عيوب، اي عربيه في الدنيا لها عيوب. حتى اتخن العربيات الالماني ليها عيوب وفيها عيوب، وعيوب حرفيا كارثيه. يعني مش علشان هي عربيه الماني فتبقى عربيه فاضيه من العيوب وعربيه كلها مميزات. اقسم بالله اسوأ العيوب اللي في العالم في السيارات هي العيوب اللي موجوده في العربيات الالماني. صدق او لا تصدق. انا بس حبيت اطلع اتكلم معاك ودردش معاك في العربيات الصيني وافهمك ان انت تفكيرك غلط، او الناس اللي بتفكر بهذا النهج او بهذا الشكل فالناس دي تفكيرها غلط. بس اتمنى اكونش طولت عليك. سلام عليكم.